السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. النهارده بقى الفيديو بتاعنا آه اخيرا بقى الحمد لله طلع كده لبس الشتاء. انا اتاخرت قوي السنه دي يعني قبل ما طلعته. بس ما كنتش فاضيه يعني الايام اللي فاتت، عشان كده اتاخرت في ان اطلعه يعني. هطلع بقى النهارده لبس الشتاء، واطبق كده معاكم الدولاب الكبير ودولاب الاطفال. لو وراكوا بقى اي حاجه كده تشجعوا معايا كده وقوموا خلصوها بجد. يعني انا كنت شايله هم يعني تطلع لبس الشتوي ده قوي. والدولابين عندي بص يعني عيالي كانوا مدمرينهم. ابص بقى انا طلعت اللبس كده زي ما انتم شايفين، تحت السرير بقى كان متبهدل كده. قلت اكنسه، انا كنسته بس يعني ما مسحتش ولا حاجه، لان انا آه هنقل يعني السرير ده، هغير مكانه النهارده. بس هطلع اللبس الشتوي كده وهطبق الدواليب. وفيديو تاني بقى همسح ان شاء الله الشقة، ونعمل كده تنظيف عميق ليها. وهنقل مكان السرير ده، هتشوفوا هحطه ازاي. وممكن يعني ايه يعني كام يوم بس كده، يعني يومين تلاتة كده، وان شاء الله ابتدي امسح الشقة. امسح اول حاجة الشقة اللي فوق ديت، وبعدين الشقة اللي تحت، عشان بصوا فيها حاجات كتير قوي عايزة تتعمل. انا بطأت لكم بقى ال... ال... الفيديو يعني شوية عشان تشوفوا بس بطبق الفوط ازاي. انا كنت عاملاها زي طبقها رول كده مدور زي ما انتم شايفين، فقلت اغير ايه في شكلها. هما دول الفوط اللي هما الجداد اللي مش مستخدماهم. الضرفة التانية بقى حاطة فيها الفوط اللي احنا بنستخدمه. دول كانوا الجداد كده، حطهم في ضرفة لوحديهم. شلتهم بقى وغيرت النظام بتاعهم كده. آه وهمسح يعني الرف وارجع احطهم تاني. ودلوقتي بقى اطبق الهدوم بتاعت جوزي كده. انا طلعت بقى اللبس الشتوي كله، بس ما طلعتش البطاطين لسه، يعني لسه مش بنتغطى ببطاطين، بنتغطى بدفة اللي هي الدفايات ديت بتاعه السرير. زي ما بقول لكم بقى، انا خلصت كده النهارده الدواليب. ناقص لي بقى هغسل الحافظه ديت اللي محطوطه في غرفه النوم، وسجادة الصالة وأوضة الأطفال مغسولين غسلهم. يعني بقالي فترة وما كنتش راضية أفرشهم. كنت مستنية بقى لما امسح كده يعني تنظيف عميق كده وافرشهم. هي مفيش الا الحافظة دي بس هشيلها اغسلها. والستاير بقى، الستاير برضو هعينها اغسلها وبس كده، واروح مسحة بقى الشقة وفرشها بقى ان شاء الله عشان الشتا. كده انا الرف بتاع اللبس بتاع جوزي يعني طبقته. الحاجات اللي مش بيلبسها في الشتا عندها، ودول بس الحاجات. ولسه بقى اللبس الشتوي كده. بص انا بحط اللبس كده في عبايات يعني بتاعتي كده مش بلبسهم، فبحط فيهم اللبس كده وعينهم تحت السرير. طبعا لما باجي امسح بابا برضاش ادلق ميه ولا اي حاجه عشان اللبس اللي تحت السرير ده. ابصوا بقى الحاجات اللي بلاقيها صغيره بروح حادفاها كده بطلعهم يعني. اي حاجه الاقيها صغرت عليهم كده بروح ايه الحاجات اللي تلاقوني بحذفها دي. الحاجات اللي بتتعلق برضو بحطها جنبي كده عشان اعلقها في شماعات. واللي بيت اللي بيتطبق بقى عادي بروح مطبقه كده. ولا لبسي على على لبس جوزي يعني على لبس بناتي. يعني عيالي التلاتة البنات وابني. ببقى حاطه يعني كله مع بعضه كده. بطبق بقى وبفرد كده يعني كل حاجة ايه لوحدي. يعني الدفايات بحطهم لوحديهم. بتوع البنات اللبس اللي بينزلوا بيه برضو بحطه لوحدي. كده يعني. بصوا الشقة اللي تحت بقى ورايا فيها بصوا مواويل. يعني لسه انا قلت اخلص الشقة اللي فوق كده تبقى نضيفة وافرشها، وابتدي بقى ايه اعمل في الشقة اللي تحت. لسه ورايا فيها حاجات كتير،
لسه اعمل المطبخ و... والسجاجيد تتعمل والستاير والفرش بتاع الركن اللي هي المنتي ديت والتانية والقعدة العربي. وبصي يعني ورايا فيها حاجات كتير قوي، عايزة لها كذا يوم. والمطبخ بقى الظرف وكده. بصوا اللي بطبقه كده ابتدي ايه ارصه على طول، عشان يعني ما اقومش حاجات كتير جنبي. اللي عايز بقى يتعلق حطيتهم كلهم على البنكت كده وخلصت، وابتديت بقى ايه اعلق في الشماعات. افضي بقى كده واحدة تانية، واخلص واحدة واروح مفضيها تاني عشان ما كركبش الدنيا جنبي. والشيلان بقى واللي هي الجواكت التقيلة ديت بتاعة الشقق يعني وكده، برضو حطيت لهم يعني كلهم على بعض كده وفي ظرفة لوحدي. الشالات دي بقى مثلا بيلبسوهم قاعدين في البيت كده الجو ساقع يلبسوها يعني. جواكت تقيلة كده بتاع ابني يعني برضو البسهم لهم في الشقة. بجد الشتا اللي فات كان صعب قوي، مش عارفة الشتا ده يبقى زي ولا ايه، بس بجد يعني متهيألي اصعب شتا عدت علينا الشتا اللي فات ده. كان الجو بصوا عبارة عن اكننا قاعدين في فريزر، ببقى مقفلة الدنيا كلها ولابسين 500 قطعة كده فوق بعض وبرضه سقعانين. بصوا كله دفاه بالبنطلون بتاعها بحطهم ايه فوق بعض كده، دفاه بالبنطلون عشان يجي يطلعوا يبقوا الاتنين مع بعض كده، عشان يعني يلي ما شاء الله عليهم في البهدلة. ابقى لسه عاملة الحاجة ومجرد ما يحطوا ايديهم فيها كده الاقيهم بهدلوها والله. ربنا يهديه. او اللي ما بلاقيش بنطلون كده او حاجة بخليها على جنب كده لحد ما الاقي البنطلون بتاعها. عشان ايه احطهم فوق بعض. ودي الجواكت التقيلة اللي بقولكوا عليها. انا شارية بقى حاجات، الحاجات اللي كنت قايله لكم عليها. ان شاء الله اصور لكم الفيديو الجاي ان شاء الله اصور لكم المشتريات اللي انا جبتها. جايبه يعني انا رحت العتبه كده عشان اشتري حاجات للمطبخ وللغرفه بتاعه الركنه برضو، بس يعني نص الحاجات اللي انا رايحه عشانها ما لقيتهاش. فجبت حاجات كده من العتبه والاباجوره اللي كنت قايله لكم عليها كنت طالباها اجت و... وجايبه بقى لبس جايبه ترنجات لابني كده وجواكت لبناتي. برضه هبقى اصور لكم كله كده في فيديو واحد يعني فيديو المشتريات كده قبل ما امسح يعني وكده اوريكم المشتريات اللي انا جبتها. كده خلاص الضرفه اللي في النص دي خلصتها. الملايات بقى يعني كان فيهم بهدله بسيطه بس عندي كده الاكياس الزياده ورحت عدلهم كده على طول، ما شلتهمش يعني وحاجه. بصوا بقى الضرفه ديت، بصوا عيالي مخليينها يعني مش لاقيه لها وصف والله. بصوا هتلاقي من كل فيلم اغنيه. لبس على فوط على ستاير وكوفرتات وبصوا مليانة لي حاجات كده. انا اتصدمت والله لما شفتها. انا يعني لما ببات تحت وكده، لما ببات في الشقة اللي تحت ابني الايام ديت يعني متحيلي على ايه، على الكرتون الماشا والدب القط والفار كده. نيجي بقى طالعين بالليل يفضل يعيط عايز يبات تحت، فما برضاش بقى ازعله فبنبات تحت وخلاص. الصبح بقى بقول للبنات يعني ايه واحده فيهم كده تطلع تروق الشقه، وانا بعمل مثلا تحت ورايا اكل بعمله مواعين ترويق كده واقول لهم ما يطلعوا يعملوا فوق. بصوا بقى لقيتهم ما شاء الله مخلين الدولاب يعني مبهدلينه كله والدولاب بتاعهم كمان. هتشوفوا بقى عاملين تحت ايه واوريكم دلوقتي ابتديت ارص الجواكت كده زي ما انتم شايفين، والقمصان والتيشيرتات ديت كده بطبقهم كده زي ما تشوفوا وبعلقهم على الشماعة او بحطهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي بقى ازمة في الشمال عشان كده تلاقوني بحط كذا حاجة كده يعني مع بعض. لبس الشتاء اصلا بيبقى كتير، بيبقى عايز شماعات كتير اوي.
دي بقى الجواكت بتاعت ابني، واحطهم برضو هنا في الضرفة ديت كده مع اللبس بتاع بابا. ده الجاكيت جينز كده بتاع ابني. بصوا اللبس بقى كله عايز يتكوي كده، بس طبعا مش وقت كوي خالص. بصوا انا قعدت كام ساعة، انا طالعة من تحت يعني. احنا صحينا فطرنا وصليت بقى الظهر والعصر والمغرب كمان. عبل ما عملت الاكل كان المغرب اذن، قلت اصليه. صليت يعني الصلاه اللي عليا وعملت الغدا، عشان انا عارفه اخلص متاخر واخلص مش هبقى قادره اصلا اعمل حاجه. فقلت لا، اعمل الاكل كده وقبل ما اطلع عشان ما نخلص يعني ننزل نتغدى على طول. مكانش غدا، كان عشاء يعني. انا خلصت متاخر ومخلصه الساعه 12 تقريبا. طالعة بقى من بعد المغرب، مخلصة الساعة 12. خدت وقت كبير جدا، بس انا مسرعة كل فيديو يعني على قد ما اقدر، وحذفة منه حاجات كتير قوي، لكن هو كان طويل جدا. بصوا بقى، لقيت شنطة كده بنتي مليها لي هدوم، بتاعتها على بتاعت اختها على بتاعت اخوها، ليه مش عارفة والله. يعني حطالي شوية لبس كده في الشنطة، مش عارفة حطاهم ليه دول. ابتديت بقى اشوف كده الحاجات اللي هتتشال في لبس الصيف، شلتها. والحاجات برضو البناطيل كده، كان بناطيل جينز صغيرة على ابني برضو، رحت حاطاها كده مع الهدوم اللي هطلعها. و... والحاجات بقى اللي يعني هحط يعني هتتحط مع لبس الشتا، حطيتها كده على البنك. وابتدي بقى اطبق الكوفرتات كده. دي الكوفرتة اللي كنت جايباها من قريب كده، موريتها لكم من محل بركال هوم. هو ليه فرعين، فرع في العتبة وفرع في مدينة نصر، بس بجد حاجتهم حلوة جدا. كنا جايبين منه الحاجات لبنت سيلفي عروسة يعني بتتجهز يعني وكده. كنا جايبين من عنده ملايات وحاجات تحفة، بجد حاجته حلوة قوي. او الحاجات اللي جنب الدولاب عندي زيت دي كلها كنا جايبينها من عنده. وفي كمان حاجات جوه على دولاب الاطفال، وحاجات فوق بقى عندهم في الشقة، بس يعني عندهم فوق ما كانش في مكان، عشان كده حطهم يعني عندي. بصوا اديت اكياس كده بتاعت ملايات. انا كنت حاطه الاول مخدتين، ولما وضبت الشقه كده انا انت مخده فيهم يعني، وسايبه واحده بس. كان في واحده قطن اللي هي القطن العاديه دي، وواحده فايبر. بصراحه ما بحبش الفايبر دول خالص، فعنتها وسايبه بس اللي هي القطن العاديه. فالاكياس بقى بتاعت المخدات انا عنت بقى كل، يعني عنت الاكياس الزياده كلها كده، وهشيلهم بقى في البنك. اهو ابتديت طلعت بقى كل الحاجات اللي في الضرفة كده، ابتديت امسحها وطبقتهم بقى، وابتدي ارصهم بقى على نظافة كده. ربنا يهدي عيالي بقى وما يبهدلوش الدنيا تاني. ابتديت بقى حطيت الكوفرتات على جنب كده، والحاجات الشتوي التقيلة على في جنب كده تاني. ده المفرش اللي هو بصوا المفرش اللي مش عارفة اسمه قطيفة ولا اسمه ايه، ما بعرفش والله اسامي الحاجات دي يعني بتلخبط فيه. ده من ساعة الفرح بتاعي، والبرضو واللحاف ده هو من ساعة الفرح برضو. اللحاف ده بقى انا عملت له ملايات، عملت له قصدي كفر لحاف. بصوا الشنطه اللي مكتوب عليها رنين ديت انا ملايات لسه عاملاها، هوريها لكم ان شاء الله في فيديو المشتروات. عملت طقمين ملايات اللي هو القماش العمرية ده. وخيطتهم يعني وكده. عملت ملاية اللي هي الاستيك دي بالاكياس بتاعتها، وعملت كفر للحاف. ان شاء الله ابقى اوريهم لكم في الفيديو بتاع المشتريات. طلعت بقى اللحاف ده عشان ايه؟ عشان الكفرات اللي انا عاملاها له. انا عملت دلوقتي 2، وان شاء الله شويه كده ابقى اعمل تاني. برضو عايزه اعمل غرفه الاطفال. دلوقتي بقى دخلت على دولاب الاطفال، انا طبقت اللبس بتاعهم كله وحطيته كده على السرير كله، كل حاجه لوحدها زي ما قلت لكم. الدفايات لوحدها، والبناطيل لوحدها، والبناطيل الجينز لوحدها، والسويتشيرتات كده، كل حاجه كده لوحديها. وابتديت بقى ايه ارصهم. الضرفة اللي فوق خالص دي الجواكت والشيلان اللي هي بتاعة الشقة يعني كده، واللي تحتيها ديت فيها البناطيل والسويتشيرتات والتيشيرتات للخروج يعني.
مش خروج يعني خروج، لا نازلين مثلا يجيبوا حاجة، رايحين على الشارع مثلا كده. واللي تحتيها بقى الدفايات، وتحت خالص حطيت اللبس بتاع ابني. وهنا بقى حطيت الكوتشات والحاجات بتاعت ابني، الشوزات بتاعته يعني وقدام كده الشنط. وهنا بقى ما فيش شماعة، بنتي اتصرفت وعلقت الهدوم زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بقيت اللبس بتاعهم جوه، ادي الظرفة بتاعت ابني. خلاص كده يا حبايبي، الفيديو بتاعنا هيكون خلص. اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.